السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم عيش التورتيلا. طريقته حلوه قوي قوي. هتحشيه فراخ، هتعملوه ممكن كبد وقوانص. بصراحه طعمه حلو قوي قوي. فاحنا قلنا ان شاء الله هنعمل احلى سندوتشات معاكم فراخ. فطريقتها سهله ومش هتاخد مننا اي وقت. احنا هنقول المقادير في الاول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. معايا كيلو دقيق، معانا ميه، معانا معلقه صغيره ملح، ومعايا معلقه بيكنج باودر. كل ده هيتقلب المواد الجافه مع بعضها. معايا بالكيلو دقيق ربع كوبايه زيت. تفضلي كل ده يتقلب في بعضه. في الاخر هبقى احط معلقه واحده بس وابقى مخلص العجين برضو زيت. هي كيلو بياخد ربع كوبايه زيت. بس ما تحطهاش نبه واحده عشان الميه ما تبقاش كتير. نعجن كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش ده حلو قوي للسندوتشات، الحواوشي، الشاورما، البطاطس السوري، تبقى حلوه وطعمها احلى. بس ما تفرغيش الميه نبه واحده عشان ما تحتاجيش تاني دقيق. اهوت. بسم الله. عاوزه عجين حلو كده. اي مخبوزات بتحب العجين هجينيها بالراحه. احنا حطينا معلقه بيكنج باودر حلوه كده او كيس بيكنج باودر، معانا معلقه صغيره ملح، ربع كوبايه زيت اهوت. نفضل نعجن فيها بقى لغايه. انا دلوقتي ما عدتش هحط ميه لان هو مش محتاج ميه. هتلم العجينه كلها وما يبقاش فيه دقيق في الارضيه. كل ما الحله بتنضف معاكي تعرفي ان العجين بتاعك كويس. انا بقول للحلوين اللي لسه بادئين يتعلموا يعجنوا اي مخبوزات، واللي عندها عجانه زي ما قلت لك بتعمل في العجانه. هنفضل نعجن فيها للاخر خالص اهيت شويه وهرجع لكم تاني. احنا عملنا فيه ايه دلوقتي؟ خلاص احنا خلصنا اهوت. احنا هنشكله يعني ايه كده يا دوبك بس كده اهوت. في ثواني كده اهوت، وتسيبيه يهدى شويه عشان يتفرد معاكي يبقى ايه حلو كده. كل الكميه دي هنعملها بنفس الطريقه اهو. طريقتها سهله ومش هتاخد مننا اي وقت. عاوزه تكبريه كبريه، بس هو احلى حاجه كده قد البرتقانيه كده او اصغر من البرتقانيه كمان اهو، عشان يعمل معاكي كميه حلوه كده ان شاء الله. احنا هنعمل، كان عندي شويه كبد كده هنعملهم. ولو عاوزه تحشي جبنه، تحشي بطاطس، بطاطس السوري، بتبقى احلى سندوتشات. يعني مش لازم لا فراخ ولا كبد، اللي عندك اعمليه واللي ربنا يقدرك عليه لاولادك اعمليه، مفيش اي مشكله. هكمل وهرجع اوريكم احنا هنعمل فيه ان شاء الله. دلوقتي انا فردت معاكم واحد، فردت واحد قبل ما اوريه لكم، وهفرد معاكم كمان واحد اهوت. بسم الله. طريقته سهله في الفرد خالص اهوت. شوفوا بفرد بسرعه ازاي عشان احنا سيبناه يستريح. اهم حاجه لازم تسيبيه يستريح. شوفوا تفضلوا تعملوا كده اهوت لغايه ما تلتقي بقى رقيق. اهم حاجه يبقى رقيق معاكي عشان يبقى طري وحلو كده لما تيجي تعمليه السندوتشات اللي انت عاوزاها. شوف اهو، شوف لازم يكون بنفس الطريقه. رقيق ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. كده وهتفردي فيه كمان هتلقيه حلو معاكي عشان ايه يا دوبك على قد السندوتش اللي انت هتعمليه. شوفوا طول ما هو حلو يعني ما بردش تاني ولا حاجه، لا شوفوا بيفرد معاكم ازاي. انا معايا الصينيه ديت على طول بعمل عليها العيش اللي انا عاوزاه اهو. هي سخنه وده برضه اهوت هفرده. انا كنت فرداه قبل كده. دلوقتي الصينيه سخنه اهيت.
لازم بس تشمعيه من اهوت، تشمعيه من تحت ومن فوق زي ما بقولك. وبحاجه يعني عندك فوطه نظيفه، اي وش مخده نظيف ما بتستعملهوش، تغسليه وتحطيه عشان كل اللي طلعيه عشان يفضل طري معاكي. شوفي اهو رقيق وعامل ازاي اهو. انا دلوقتي اهوت بسم الله ما شاء الله طري وجميل برضو بنفس الطريقه. هعمل الكميه كلها بنفس الطريقه وهرجع اوريكم انا عملت ايه. خلاص زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله كيلو عمل كميه كبيره ازاي اهوت. انا دلوقتي عندي كل حاجه جاهزه، عندي البانيه وعندي الكبد بتاع الفراخ اللي كنت قايله في حدود ربع كيلو كده، عاملاهم برضو عشان اعمل شويه فراخ وشويه كبد ان شاء الله. هوريهم لكم واوريكم الحشوه ازاي ان شاء الله. انا عملت معاكم البانيه كتير وعملت معاكم الكبد والقوانص كتير، فان شاء الله عشان ما اطولش عليكم الفيديو وانا بعمل هوري لكم انا عملت فيه ايه. انا دلوقتي بعد ما خلصت العيش، انا دلوقتي هقول لكم على الحشوه اي حاجه عندك، لو جبنه وفلفل وزيتون هتبقى حلوه قوي قوي. انا البانيه قبل كده عملته بس انا بصراحه مش انا اللي عاملاه، البنات هم اللي عاملينه، هم اللي قطعوه وعملوه بالتتبيله، وبعد كده حطوه في البقسماط وحمروه. ومعانا كان معايا في حدود ربع كيلو كبد وقوانص. اللي ما شافش الحاجات ديت اللي انا ما عملتهاش معاه يخش على الصفحه هيشوفنا عملت قبل كده الكبد والقوانص بتاع الفراخ، طريقتها حلوه قوي قوي. والبانيه كلنا عارفينه، ومعانا جبنه ومعانا فلفل ومعانا زيتون مخلي. ده بقى فيها ان شاء الله كاتشب ومايونيز. انا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا معايا الكاتشب بنفس الطريقه، ومعايا الفلفل احط برضو الفلفل، ومعايا جبنه تاني اهوت. لو عاوزه تحطيه بحاله حطيه، لو عاوزه نحطه كده بنفس الطريقه. حطي كمان حته شويه زيتون برضو اهو، تعملي بنفسك كده. طريقتها سهله خالص، هيبقى احلى ساندوتش تعمليه. بعد كده انا معايا جريلا حط عليها معلقه زيت واحده اهوت. انا هعمل ايه دلوقتي؟ بعمل بالكبده، حط زيتون، لو عاوزه تحط فلفل حط فلفل، جبنه، دي الكبد والقوانص اللي احنا عاملينها. ممكن تعملي اي حشوه ومش من لازم فراخ ولا لازم كبد وقوانص اهوت. شوفوا اهو نفس الطريقه عشان تبقى حلوه معاكم. دلوقتي انا هحطها على النار زي برضو جنب البانيه اهي، تبقى احلى سندوتشات هتعمليها. اديله اللون الحلو ده لسه شويه، وبعد كده هتقلبي الناحيه التانية هتدي لون جميل اهي. نشوف كده احمر ولا لا. لسه برضه انا مهديه النار عشان يبقى مقرمش وحلو كده. كده خلاص احمرت معانا زي ما انتم شايفين. هخلص الكميه ونرجع لكم تاني. احلى سندوتشات عملناها بصراحه، حلوه قوي قوي والطعم احلى. واحنا هنفتح معاكم واحد ونشوف الحشوه الجميله ديت. لو انت عاوزه تقطعيه كده اهو بسم الله ما شاء الله براحتك خالص، قطعي التقطيعه اللي انت عاوزاها. شوفوا بسم الله ما شاء الله ديت بانيه بصراحه طعم حلو والريحه احلى وريحته حلوه. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.